طاقة الهيدروجين الأخضر ده المجال الجديد اللي هو في الفترة اللي جاية هتحول مصر ليه تماما، واستثمارات ضخمة جدا تقدر ب 35 مليار دولار أيضا في مجال طاقة الهيدروجين الأخضر. وده برضو الطاقة، ميزة الطاقة الهيدروجين إنها طاقة مخزنة، ودي عملية أساسا دي عملية التحليل الكهربائي اللي درسناها زمان وإحنا طلبة في الكيمياء، إن المية بنسلط عليها الكهرباء بتتحلل إلى العنصرين الهيدروجين والأكسجين. الأكسجين اللي بناخده له استخداماته، والهيدروجين بناخده ونروح بنعمل له عملية إضافة أكسدة وأكسيد أمونيوم بحيث إن يتحول إلى سماد ونصدر بعد كده السماد. عشان كده بنتكلم على إن هو الهيدروجين الأخضر اللي بيستخدم في عمليات الزراعة، وده طبعا السماد ثروة قومية كبيرة جدا هي شركات الأسمدة، ومعظم الشركات الأسمدة عندنا ناجحة، والسماد محتاجينه في كل مصر عشان عملية الزراعة. الاستثمارات زي ما بقول لك 35 مليار، ومعظمها موجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات بدأت والتمويلات بدأت تضخ، وإن شاء الله ده هيعمل فرق كبير جدا جدا مع الطاقة الكهربية النووية لمحطة الضبعة اللي متوقع افتتاحها سنة 28. وبرضو المؤشرات الاقتصادية دلوقتي ما بدتش جدا، لكن المؤشرات الاقتصادية بتقول انها هتكون طاقة رخيصة جدا بالنسبة لسعر الطاقة النووية في العالم اللي هو بيصل الى 5 جنيه في الكيلو، هيكون اقل من كده بكتير جدا في الطاقة النووية. وميزة الطاقة النووية انها طاقة مستدامة، واحنا بنتكلم على تقريبا 10% يعني الطاقة الإنتاجية 4800 ميجا وات، دي تمثل تقريبا حوالي 8% من الطاقة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. فعملية الدمج ما بين دي الاستراتيجية الوطنية اللي بتتكلم عنها، وبتتكلم عن التسعير، وبتتكلم عن تخفيض الاستهلاك في الطاقة التقليدية، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والتوسع في هذه المشروعات. عشان كده مصر يعني زي ما قلت لك لها ارتباط قومي وامني في موضوع الطاقه في المنطقه، وهذه الاستثمارات الضخمه جايه من مختلف مؤسسات التمويل الماليه العالميه، من البنك الدولي للوكالات التمويل الدوليه الفرنسيه والالمانيه والصندوق الكويتي والسعودي والالماني، يعني كل مؤسسات التمويل في العالم داخله بتخش. طبعا التعاون المالي الضخم جدا مع مصر ده مؤشر مهم جدا في النظر لمصر في الآونة المستقبلية، ونوع الوظائف ونوع الإنتاج ونوع الاقتصاد اللي هيبقى يعني كبير جدا مرتبط بهذا الإنتاج ان شاء الله. ده تقريبا كده ملخص ما دار في الندوه الطاقه في مصر كلها في 10 دقائق يعني. في 10 دقائق افتكر نتمنى ان شاء الله التوفيق للحكومه وللدوله المصريه والاستراتيجيه الوطنيه للطاقه. وطبعا انا عايز اضيف حاجه مهمه جدا، الحكومه طبعا عشان تعمل كل هذا الكلام استعانت بالتشريعات ومجلس النواب ان هو يصدر قوانين كتيره جدا، فاصدرنا قوانين للبيئه، تعدلنا القوانين بتاعه البيئه، اصدرنا قانون لحوافز انتاج الهيدروجين، ودي حوافزه كتيره جدا من تاسيس الشركات، في اعفاءات الرسوم كلها، في اعفاءات الضرائب كلها، في اعفاء القيمه المضافه كلها، في اعفاء المكن والمعدات اللي في المصانع كلها، في اعفاء الضريبي اساسا من 55 تصل ل 55% ولا تقل عن 30، يعني ثلث الضريبه العاديه في حد ادنى. كل هذه المميزات والاعفاءات والاستثمارات، وكمان اعفاءات لو الاستثمار جاي بالدولار، في اعفاءات اضافيه كمان. هذا البرنامج برعايه فالقانون مميز جدا. طبعا انت سمعت برضو تشريع اخر اصدره رئيس الوزراء وعجبك اللفظ اللي احنا اللي دهنا الهواء كربون. فكره ان انت بتستخلق تمويل لعمليه البيئه والمناخ وفكره الثواب والعقاب.
للملوثين في البيئة بإصدار شهادات يتم انتداب المعامل والفنيين لقياس الملوثات الكربونية الناتجة من المصانع والمؤسسات المختلفة. واي حاجه ملوثه للكربون هيبقى الشركه هتكون عندها شهادات اذا عندها ملوثات، فهتضطر انها تشتري تغرم، يعني تقريبا تغرم، هي مش تغرم لكن هي هتبقى ملزمه بشراء المقابل من من شهادات كربون، ثم تمنح هذه الشهادات الى تتحول الى اوراق ماليه وتبقى مصدر من مصادر التمويل وضخ شرايين جديده من الموارد الماليه في الاقتصاد المصري، يتم التداول عليها في البورصه. وده طبعا احنا عارفين طالما في تداول البورصه معناها ضخ اموال استثماريه جديده في اداه ماليه جديده للسوق المصري. دي اضافه هتكون في المستقبل. وعشان الناس تبقى عارفه الورقه الماليه دي بس الشهاده الماليه للطن المكافئ الكربون بتتباع في او تسعيرها تقريبا في السوق العالمي من 70 ل 72 دولار في اخر فتره. فده معناها ان رقم كبير جدا ممكن يبقى في هذا السوق بطريقه اخرى، والكربون يعمل لنا فلوس. يعني اذا كان حتى في تلوث فاحنا هنستفيد بالقضاء عليه من خلال هذه الشهادات وهذا التمويل. زي ما قلنا يا فندم اللي هو تحويل المحنه لمنحه. بالظبط كده. دايما من رحم الازمات ما تزعلش. دايما في علم الاداره بيقولوا ما تزعلش ابدا ان في مشكله جايه او ازمه جايه. هذه المشكله او هذه الازمه بتخلق فرص عمل ووظائف جديده لم تكن قبل الازمه موجوده، وده دايما بيحصل للتغلب على الازمه وكمان لمنع حدوث الازمه في المستقبل. فدي بتخلق دايما وظائف جديده. فده الطاقه الايجابيه. احنا في جمعيه خليك ايجابي، فاحنا دي الطاقه الايجابيه اللي دايما بنستمدها من الندوات اللي زي كده. احنا النهارده كلنا عاجزين عن الشكر للنائب العظيم المهندس طارق السيد لما اداه النهارده. وفي فرق يعني حتى في القرآن الكريم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. راجل مهندس بيتكلم، فانت منتظر منه ايه غير التلخيص والايجاز المصحوب بتفصيل، وان لم يكن تفصيلا مخلا انما تفصيل شامل. لما الموضوع في كلمتين وشرح للناس المتعلم زي المواطن البسيط. شكرا جدا يا فندم. انا بشكركم على تغطيه الندوه وبتمنى لكم التوفيق والف مبروك. على دماغنا يا فندم ان شاء الله تعالى.